في قصر من أعظم قصور الأرض وسط المجد والترف، كانت هناك امرأة لم يغرها المال ولم تفتنها العروش. رفعت بصرها إلى السماء وتركت خلفها دنيا فرعون. امرأة وقفت وحدها أمام طاغية، قال: أنا ربكم الأعلى. في صفحات التاريخ الخالد هناك قصص ليست ككل القصص، أسماء نساء كتبت بأحرف من نور في سجل الخلود، نساء لم تهزمهن القصور ولا أغرتهن العروش ولا أرهبتهن سطوة الطغاة. اليوم نحكي لكم قصة امرأة ليست كأي امرأة، إنها سيدة آمنت بربها سرا وتحدت طاغية ادعى الألوهية. امرأة جعلت من قصر فرعون منطلقا لإيمانها وسلما إلى الجنة. ترى من تكون هذه السيدة العظيمة وكيف كتبت اسمها بين سيدات أهل الجنة الخالدات؟ صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولايك للفيديو واشتركوا في قناتنا لو أول مرة تشوفونا، وخلونا مع بعض نتعرف عن امرأة فرعون. حديثنا اليوم عن آسيا بنت مزاحم، سيدة من أعظم سيدات العالمين. قيل في نسبها إنها آسية بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد، من نسل ملوك مصر العظام. كانت شديدة الجمال، عظيمة الخلق، ذات مكانة رفيعة، خطبها الكثيرون، ولكن كان نصيبها من الطاغية الأكبر فرعون مصر، ذلك الرجل الذي قال لقومه كما أخبرنا القرآن الكريم: فقال أنا ربكم الأعلى. صدق الله العظيم. تخيلوا، كانت زوجته تعيش في أضخم قصر وأعظم ملك، لكنها لم تغتر ببهارج الدنيا، بل كانت تقضي وقتها في ذكر الله خفية عن أعين فرعون، تسبح ربها سرا وتصلي إليه متخفية، تخفي نور إيمانها تحت ظلام قصر الكفر. وذات يوم أمر فرعون بذبح أطفال بني إسرائيل خوفا من مولود سيهلك ملكه، فألقى القدر بسيدنا موسى عليه السلام في اليم ليصل إلى قصر فرعون، وهناك كانت عين آسيا تنتظر قدرها. حين رأت موسى رق قلبها له وأحبت الطفل حبا شديدا، فقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. بإصرارها وافق فرعون على إبقاء موسى. مرت الأيام وكبر موسى في قصر فرعون، وآسية تتبعه بعين الأم الحنون. لكن حين بعث الله موسى نبيا وأظهر آياته، كانت آسية من أول من صدقه وآمن به. تخيلوا المشهد: زوجة الطاغية تؤمن بإله موسى سرا وتخالف أمر فرعون الجبار. عندما علم فرعون بإيمانها استشاط غضبا، تفنن في تعذيبها وسامها سوء العذاب. علقوها من شعرها تحت شمس مصر الحارقة، ضربوها وأذاقوها الويلات، لكنها لم تهتز ولم تتراجع. رفعت رأسها إلى السماء وقالت دعاء خلدته هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. فاستجاب الله لدعائها، كشف الله لها عن مقامها في الجنة، فأشرق وجهها وسط العذاب، وابتسمت وضحكت وهي ترى بيتها الخالد في جنات النعيم. تعجب فرعون ومن حوله وقالوا ساخرين: انظروا، إنها تضحك رغم العذاب. ولكنهم لم يعلموا أن الله قبض روحها ورفعها إلى نعيم لا ينفد ولا يزول. ويكفي هذه السيدة شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة مريم بنت عمران وفاطمة وخديجة
وآسية امرأة فرعون. آسية بنت مزاحم ليست مجرد سيدة من زمن بعيد، بل هي رمز خالد لكل مؤمن ومؤمنة، رمز للثبات أمام الظلم، والإيمان وسط الظلمات، والتضحية من أجل الجنة. فكم نحتاج اليوم إلى قلوب مثل قلب آسيا، قلوب لا تبيع إيمانها مهما عظمت الدنيا، ولا تخشى إلا الله مهما تكالب عليها الطغاة. فهل نستلهم من آسيا روح الصبر والثبات؟ هل نبني بقلوبنا بيوتا لنا عند الله كما دعت قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ اللهم ارزقنا بيتا عندك في الجنة كما رزقت آسيا، واجعلنا ممن ثبتوا على الحق حتى نلقاك راضين مرضيين. رحلت آسيا عن الدنيا، ولكن قصتها بقت خالدة في القرآن، درسا للأجيال ونبراسا لكل من أراد أن يكون مع الله مهما اشتدت الخطوب وعلى الطغيان. فتذكروا جيدا أن الإيمان الحقيقي يولد من رحم الابتلاء، وأن الجنة تستحق التضحية. وتذكروا جميعا قول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. إلى هنا تنتهي قصتنا، فإذا ألهمتك سيرة آسيا امرأة فرعون فشاركني برأيك في التعليقات، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد عن قصص أخرى من عبق التاريخ والإيمان. نلقاكم في قصة أخرى. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا مشاركة هذا المقطع كي يستفيد منه غيركم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.